كارت تلدة من الجلدة للجلدة. اهلا بيكم، انا محمد صفا. عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. تاني كارت معانا النهارده في سلسله الكروت المدفوعه مقدما هو كارت تلدة. بتبدا رحلتنا انك بتنزل الابلكيشن من هنا وبتسجل بياناتك، وبعدين لما بيجي دورك بتروح تستلم الكارت. بس عموما يعني اللي بيروح كده كده بيستلم. بتدفع 99 جنيه والكارت بيشتغل معاك على طول. الكارت بيكون ماستر كارد، وفيه طبعا الواي فاي، ومفيش رسوم شهريه او سنويه. 99 جنيه دول بتدفعهم مع الاصدار، او لما الكارت بيكسباير وبتاخد كارت جديد، او بدل الفائد او التالف. يعني دي قيمه الكارت مش مصاريف تشغيليه. طيب ايه بقى موضوع ال 29 جنيه وال 49 جنيه كل شهر دول؟ خليك معايا وانا اقول لك على كل حاجه. في كارت تلدة تقدر تعمل ايداع من خلال برنامج انستا باي، طبعا يعني محبوب الملايين. وخلينا دايما فاكرين اننا الاول بنحول جنيه، لما نتاكد ان هو وصل بنحول بقيه المبلغ، والتحويل بيكون بال 16 رقم بتوع الكارت. ممكن كمان تعمل ايداع عن طريق فوري عن طريق كود 46688، وبعدين بتحط الكارت جوه المكنه بتاعت فوري عشان الايداع يتم. وفي طريقه يعني مختلفه شويه، بتجيب رقم الحساب والسويفت كود من ابلكيشن تلدة وبتعمل التحويل ده من اي بنك في اي حته. وفي ميزه في تلدة ممكن تستخدمها برضه في موضوع الايداع، هي تحويل الفلوس من مستخدم تلدة لمستخدم تلدة. يعني مثلا انت دلوقتي محتاج فلوس وانا عندي رصيد في تلدة، اقدر احول لك المبلغ ده عن طريق رقم موبايلك. التحويل بيكون لحظي في ساعتها، ومفيش اي رسوم لا على المرسل ولا المستقبل. ممكن كمان تستخدم خاصيه الكيو ار كود عشان تتاكد انك هتبعت المبلغ للشخص اللي انت عايزه. طيب عملنا كارت تلدة واستلمناه وحطينا في فلوس، عايزين بقى نستخدمه. هتقابلك اول ملاحظه، هي ان الكارت ده كارت محلي جوه مصر بس، زيه زي اي كارت ديبت او بريبيد في مصر. عموما كارت تلدة تقدر تستخدمه في المحلات او اونلاين، وفي كمان خاصيه 3 دي سكيور اللي هي يعني المسج اللي بيجيلك لما تعمل اي معامله اونلاين. عشان تسحب فلوسك من كارت تلدة بيكون من اي اي تي ام في مصر، وبيكون في رسوم 5 جنيه. ممكن برضو تسحبها عن طريق فوري، وبيكون في رسوم 5 جنيه زائد مصاريف فوري اللي هي تقريبا في حدود 1%. ومن خلال ابلكيشن تلدة تقدر تتابع كل معاملاتك، كمان بيكتب لك اسم المكان اللي اشتريت منه وعنوانه، يعني مثلا بنزينة موبل الدقي او مثلا بريموس فرع اكتوبر. ومع الاستخدام والشراء بينزل لك نقطتين على كل جنيه بتصرفه، والنقط دي ممكن تجمعها وتبدلها فاوتشرز مثلا من طلبات او من رابط. بس يعني بالراحه كده، عشان اول فاوتشر بيكون ب 32000 نقطه وقيمته بيكون 40 جنيه. من وقت للتاني كمان تلدة بتعمل عروض حلوه قوي، بتقول لك لو اشتريت بمبلغ معين من مكان معين هتاخد كاش باك، واللي ساعات بيوصل ل 50%. فتاكد انك دايما تتابع العروض دي من خلال الايقونه دي. كمان عامل فاوتشرز كده من اماكن كتير موجوده برضه جوه الابلكيشن، بس خليك فاكر ان انت مقاطع. وعن طريق تلدة تقدر تشتري فاوتشرز الالعاب زي بلاي ستيشن واكس بوكس، فورتنايت، فري فاير، وحاجات تانية كتير. ولو عايز بقى تعمل مفاجأة لحد، ممكن تختار كارت زي رسمة يعني، وكمان تبعت معاه فلوس وتبعته لأي حد من مستخدمين تلدة. ونيجي بقى هنا لموضوع التقسيط. هتقولي ان تلدة برضو بتقسط ولا ايه؟ لا يا سيدي، مش بتقسط، بس لو عندك حساب في فاليو او سهولة او كونتاكت تقدر تقسط معاملاتك اللي تمت عن طريق تلدة. يعني مثلا لو عملت معاملة ب 1300 جنيه تقدر تقسطها ب 306 جنيه عن طريق فاليو على 5 شهور، ودي اقصى مدة. ومع سهولة هتدفع 258 جنيه على 6 شهور، ودي اقل مدة. ومع كونتاكت هتدفع 264 جنيه و37 قرش، وال 37 قرش قبل ال 264 جنيه، وده بيكون على 6 شهور. بعد كده الفلوس بتترد في حسابك في تلدة، وتكمل انت اقساطك مع مقدم خدمة التقسيط اللي انت اخترته. ولو مش هتقسط يبقى ممكن تحوش. مع تلدة ممكن تستخدم خاصية التحويش، انك بتشيل الفلوس على جنب كده في حساب على جنب غير الحساب الرئيسي بتاعك. بس مثلا مفيش كلام ان في رسوم او في فوائد مثلا بتنزل على الحساب الخاص بالتحويش. وعموما يعني لو انت سايب مبلغ كبير في الكارت وعايز ما تستخدموش لفتره طويله، ممكن تبقى تعمل له لوك، ولما تيجي تسحب الفلوس تبقى تفتحه مره تانية. بشكل عام مصاريف تلدة متوضحه بشكل كويس قوي جوه الابلكيشن. وعموما يعني مفيش حاجه غير اللي انا قلتها النهارده، بس هم عندهم نظامين. اول نظام ده اسمه بلس، وبتدفع كل شهر 29 جنيه مقابل. اول حاجه ان السحب من مكنه بنك القاهره بيكون بدون اي رسوم. كمان بيديك 50% زياده على النقط، يعني مقابل كل جنيه بتاخد 3 نقط مش 2. كمان بيديك 3 اماكن زياده لموضوع التحويش اللي هي الحسابات الجانبيه الخاصه بالتحويش. وبيديك كمان بادج وايكون كده مختلفين جوه الابلكيشن، ما انت دافع بقى. واخر ميزتين ان الكارت بيكون شفاف، يعني بدل الكارت الاسود بتاع تلدة بيديك كارت شفاف، ومفروض خدمة العملاء بيكون لك أولوية شوية في سرعة الرد. النظام التاني عندهم نظام بريميوم، وده بتدفع فيه 49 جنيه
مقابل نفس الخدمات اللي موجوده في بلس، بس عليها شويه حاجات زياده شويه، زي انه مثلا بيديك 3 سحبات من اي ATM من اي بنك في مصر. كده كده بنك القاهره زي ما قلنا بيكون بدون اي رسوم. النقط هنا كمان بتكون الضعف، يعني بتاخد 4 نقط مقابل كل جنيه بتصرفه. كمان تقدر تعمل عدد غير محدود من الحسابات الفرعيه اللي تقدر تحوش فيها. واخيرا بيديك الكارت الشفاف، او بيديك كارت بقى ملون، وتختار انت كمان الديزاين اللي انت عايز تحطه عليه. بخصوص حد الاستخدام في كارت تلدا، بعد ما بتعمل الكارت وبياناتك بتتراجع بشكل كامل من البنك، بيكون حد الاستخدام اليومي 60,000 جنيه والشهري 200,000 جنيه، وحد السحب اليومي بيكون 30,000 جنيه، والحد الأقصى للفلوس في الحساب بيكون 1,000,000 جنيه. للأسف تلدا ما عندهاش رقم مخصص لخدمة العملاء. عشان توصل لخدمة العملاء بيكون عن طريق الشات جوه الابلكيشن، والمعاملات اللي يكون فيها مشاكل ساعات بتوصل في 45 يوم عشان خاطر يتم حلها. احكي لي عن تجربتك مع كارت تلدا في التعليقات، وما تنساش تشارك الفيديو مع الناس المهتمة بكارت تلدا. تحياتي.